السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جينا نهضروا على واحد السيت اللي داروا الشيخ صار. غير قبل ما نبداو في الفيديو، انا ما عنديش مشكل مع الشخص كشخصي، انا عندي المشكل مع الفكره اللي دار. يعني باش ما يجوش الناس يقول لك لا انت باغي البوز ولا هذه، انا كنهضر على الفكره اللي دار. المهم الناس اللي ما عارفين الشيخ صار ولا الياس الخريسي، انه دار سيت او تطبيق للزواج الشرعي على الضمانات ديالو. انه راه الناس اللي غادي يدخلوا لذاك الموقع او والتطبيق انهم غادي يدخلوا ليه غير على حساب الزواج. ودار ليه واحد القضيه انه اللي بغى يدخل، الرجال يخلصوا 300 درهم والبنات يخلصوا غير 100 درهم، عندهم مده ديال 100 يوم تقريبا. المهم الفكره ديال الموقع انه الناس اللي باغا تزوج غتدخل، مثلا راجل غيدخل باغي يتزوج، كيدخل الموقع كيعطي المواصفات: فتاه، العمر، لون البشره، المهم دوك الحوايج المواصفات اللي باغي هو، وغيطلعوا له دوك البنات ولا الفتيات اللي فيهم دوك المواصفات، ويقدر يهضر معاهم. بزاف الناس ما هضروش على هذا الموضوع هذا، بغيت نهضر عليه حيت ديجا داروا التطبيقات بحال هادو. كاينين بزاف ديال التطبيقات ديال المواعده وديال الشات مع الدراري مع البنات، طلع بحال هادشي. لكن هو دار هاد التطبيق قال لك على حسب انه السميه ديالو المعقول، يعني غير الناس اللي باغي المعقول، ودار لهم اشتراك، يعني كتخلص باش تدخل لذاك الموقع، عندك 100 يوم من بعد عاوتاني كتعاود تخلص. يعني دار هاد ليطاب هادي، يعني اللي ما ناويش المعقول راه ما غاديش يخلص 300 درهم. كنقول لك اخويا الياس راك غلط، راه اللي باغي يدخل يهضر مع البنات راه يخلص 400 درهم و1000 درهم. يعني انت ما عندك حتى ضمانات ان دوك الناس شنو غيدخلوا يديروا في داك التطبيق. يعني انت كتقول لي انا درتو المعقول وانا ما بالي حتى معقول. هادشي اللي كاين، وسمحوا لي على هاد الهضره اللي كنقول، حيت كيف ما كنقولوا المعقول ما بغى حد. اللي باغي المعقول اخويا الياس ولا اخوتي راه ما غاديش يمشي للتطبيق يقلب على الزوجه ديالو في التطبيق لو البشره اشنو كتبغي شنو ما كتبغيش. اللي باغي المعقول غادي يمشي يدق على باب دارهم. هادشي اللي كنعرف انايا. يعني ما تمشيش انت تبدا تهضر معاها في لابليكاسيون، غتعطيك النمره وغتهضروا صيفط لي تصويرتك نصيفط لك تصويرتي. هذاك الشيء ما كاينش، هادشي ما كاينش في الشرع. يعني انت كتقول انك درتي هادشي المعقول، راه ما فيش المعقول هادشي. حيت انا المعقول اللي كنعرف غادي تمشي لدارهم وتشوفها بالنظره الشرعيه ديالك. هادشي اللي كاين، ما كاينش صيفط لي تصاور كنصيفط لك تصاور. هادشي كاين في الواتساب فيسبوك، هادشي عارفين. ولكن باش دير تقول لينا راه مديور المعقول، راه ما كاينش المعقول. حيت الكونسيبت اصلا غير كوبي، ماشي شي حاجه اللي جديده على الناس. غتقول راه ديجا الناس دايرين دي زابليكاسيون قدام ومعروفين ديال هادشي، وما كيصدقش داكشي. الناس كيدخلوا غير يتفلاو، كيدخلوا غير يقلبوا على مع من يهضروا صافي. لهذا الخوت نتمنى حتى نتوما تعطوني الراي ديالكم. انا الشيخ صار كنحترمو على داكشي اللي كيدير، دوك لي فيديو اللي كيدير ديال الدعوه، داكشي اللي دار في الزلزال مع الجمعيات، داكشي اللي كيدير مع الجمعيات كيمشيو يحفروا الابار، داكشي كلشي كنحترمو عليه وشابو ليه. ولكن هذا التطبيق اللي درتي ولا هذا السيت هذا راه ما غير تخربيقه. واسمح لي على هذه الهضره هذه، حيت هذا الشيء ماشي ديالنا حنا. اللي باغي شي، اللي كيف ما قلت لكم، اللي باغي المعقول راه كيقصد الدار، ما كيقصدش الشرجم. اللي باغي المعقول راه يمشي ديريكت، ما غاديش يمشي يبدا يقلب عليها في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في المعقول ولا في تيندر ولا في صدفه ولا طلع لي زابليكاسيون اللي فيهم العجب. يعني اللي باغي المعقول راه يمشي للمعقول، اللي باغي حاجه اخرى راه يمشي لحاجه اخرى. كيف ما قلت لكم، شفت واحد الفيديو ديال مول الفوقيه صاحبه حتى هو كيدير الدعوه، انه هضر معاه وسولو شنو الحيتيات ديال هذا التطبيق. قال لي ودي انا درت هذا التطبيق باش نترزق فيه الله، ولا هذا السيت باش نترزق فيه الله. يعني ملي غنجي نخلص انا وانت والاخر وهذا ودوك البنات، يعني دوك الفلوس غيمشيو ليه هو. انا تمنيت لو كان درتي واحد القضيه اخرى هذه اللي نسميها معقول، ونتمنى الناس يشاركوني في التعاليق على هذه الفكره هذه. يعني غادي تمشي تشوف انت دابا داخل مع الجمعيات، يعني كتجمعوا التبرعات ديال الناس، غدير واحد الفكره انك غادي تمشي تشوف واحد جوج يلا تزوجوا مثلا، يلا تزوجوا وغادي تقلب عليهم وتسول انهم ما عندهمش، يلا بادين في الحياه، غتعاونوهم تجمعوا لهم تخلصوا لهم مثلا واحد 6 شهور ديال الكرا ولا عام ديال الكرا، تعاونوا بواحد المبلغ ولا ديروا ليه واحد المشروع. هذا هو المعقول. واحد ديجا مزوج وتعاونوه يزيد لقدام. اما الناس باقي كاع ما تزوجات ودخل التطبيق، راه غير غيبقاو يهضروا مع بعضياتهم وغيوصلوا شي حاجه اللي ماشي زواج بطبيعه الحال. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى ان الفكره وصلاتكم
وشاركوني حتى نتوما الاراء ديالكم في هذه القضيه اللي دار. ماشي هو المهم في هذه الفكره، انا ما تهضرش على الشخص، الفكره كيف ما قلت لكم هو السيت ديال المواعده، يعني يدخل دري يقلب على بنت وبنت تقلب على دري. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو كما قلت لكم. تهلاو في راسكم واعطوني الاراء ديالكم في التعاليق. تهلاو في راسكم.